بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم مع بعض في عدة أمور سريعة، على رأسها مصر. إيه هي مصر؟ اتكلمنا قبل كده وقلنا إن مصر تاريخها أكتر من 17,000 سنة، مش 7,000 سنة زي ما بيدعوا، وإن إحنا أصل الدنيا كلها، أصل البلاد كلها هي مصر، لأن مصر يعني أول مكان محدد الأطراف في التاريخ، وده اللي حدده أجدادنا القدماء، وكان أهم واحد فيهم وعلى رأسهم هو شداد بن عاد، اللي اسمه شداد بن عديم بن برشيم بن قفطين بن مصر بن مصرين بن هود عليه السلام، ابن عبد الله بن رباح ابن خالد الجلدي ابن عاد بن عوص بن هرم بن نساء بن نوح ابن لامك بن شلخ بن خنوخ بن يرد بن مهلال بن قنين بن أنوش بن شيس بن آدم. وقلنا إن تاريخنا أعظم بكتير جدا من التاريخ اللي هم بيكتبوه ده، اللي هم يقولوا تاريخ وفراعنة وكده. وقلنا قبل كده ان مفيش حاجة اسمها فراعنة، هو في واحد اسمه فرعون اللي هو كان اخر ملوك مصر في عهد إبان خروج بني إسرائيل من مصر، هو ده اللي كان اسمه فرعون. حتى ربنا خاطبه في القرآن فبيقول له إذا فرعون إن فرعون. وقلنا ان ذي القرنين هو شداد ابن عاد، أو هو اسمه بالظبط شداد بن عديم، لكن عاد دي النسبة إلى العيلة، يعني إن بيعود نسبه في الآخر إلى قوم عاد، وهو من الفئة، من أحفاد الفئة الناجية من قوم عاد. وقوم عاد الله يقول أنه أهلك عاد الأول. طب مين عاد التانية؟ البعض يقول أمريكا وكلام ده كلام فارغ كله. عاد التانية هي الفئة التي نجاها الله وقال لنا عليها في القرآن، ونجينا هدى والذين آمنوا معه، اللي هم جم مصر وعملوا مصر وأنشأوا مصر بعد كده، وعملوا الأهرامات وعملوا إرم ذات العماد اللي هي طيبة أو الأقصر. والبعض بيخلط بين إرم وإرم ذات العماد. إرم دي موجودة هناك في شبه الجزيرة العربية بين اليمن وعمان في منطقة الأحقاف، دي موجودة هناك. إنما إرم ذات العماد اللي هي طيبة أو الأقصر. هيقول لي طب هو استشهد ازاي عليهم بإرم ذات العماد ودي كانت بعدهم؟ اقول لك ان هي دي معناها ان هو بيقول لك ان دول هم دول من دول، لكن دول الفئة الناجية، دول عاد بقى ايه التانية اللي موجودة، اللي هي جات هنا مصر وانشأت مصر وعملت حاجة اسمها مصر في التاريخ. قلنا دي إرم ودي إرم ذات العماد، وهي اتسمت إرم على اسم جد عاد اللي هو عاد بن عوص بن إرم. وهم برضو لأنهم بيكنوا بقوم عاد، فجدهم أو جد عاد ده هو إرم، فقالوا دي إرم بس عشان يميزوها قالوا إرم ذات العماد. ولما ربنا حب يدلنا على الناس دي قال إرم ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. ده الشوية اللي نجوا منهم بس عملوا إرم ذات العماد، فما بالك بيهم هم بقى كلهم كانوا موجودين. ليه؟ لأن كان الآثار بتاعتهم خلاص اتمحلت، ما فيش آثار باقية ليهم موجودة يستشهد بها القرآن علشان خاطر الناس تصدق. يقول لهم يروحوا في حاجة في الحتة دي علشان تطلعوا الآثار بتاعتهم اللي هي طلعت بعد أكتر من 1200 سنة من نزول القرآن، فبيستشهد بالشيء اللي موجود. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. فالاستشهاد بإرم ذات العماد هو استشهاد على الفعل وليس على الفاعل، لأن الفعل من جزء من الأصل، لأن الأصل خلاص هو كان المحل انتهى. قوم عاد كانوا خلاص كانهم عجزوا نخل قوية، وربنا أهلكم بريح صرصر عاتية سخر عليهم 7 ليال و8 أيام حسومة وخلاص وانتهينا منه. لكن عاد التانية اللي هم
هم اللي نزلوا هنا مصر وعملوا مصر وأنشأوا مصر وعاشوا هنا في مصر، وكان من أحفادهم شداد بن عاد اللي هو ذي القرنين ده، وده هو الوحيد اللي ملك الدنيا كلها. فالبعض يقول إن ملك الدنيا سليمان ومخنصر والنمرود، أسامي غريبة كده يحطوها. سليمان ملكه كله على بعضه كان الشام والعراق، حتى يمكن جزء من إيران، ده ملك سليمان عليه السلام. النمرود كان كل ملكه هو في منطقة العراق، ما خرجش عن كده. الوحيد اللي ملك الدنيا كلها هو ذي القرنين اللي هو شداد بن عاد ده. وقال الله إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. مكنا له في الأرض أي كان ملك ملوك الدنيا. حتى هو كتب عن نفسه على إحدى الحجارة اللي موجودة في اسكندرية الغارقة دلوقتي، لأنه هو اللي أنشأ اسكندرية زي ما قلنا قبل كده، لكن مش اسكندرية اللي موجودة حاليا، لكن اسكندرية الأولى اللي هي غارقة تحت مياه البحر الأبيض المتوسط دلوقتي، ومعمولة كمزار سياحي دلوقتي. وعلى أحد الحجارة بتاعتها مكتوب أنا شداد بن عاد وأنا الذي نصبت العماد وحيدت الأحياد وسددت بذراعي الواد. الوادي ده اللي هو الوادي اللي بيننا وبين يأجوج ومأجوج. وقول على نفسه وبنيت لا شيب ولا موت، اللي أنا بنيته لا بيشيب ولا بيموت. وفعلا الحاجات اللي هو عملها هي الوحيدة اللي باقية دلوقتي ومستمرة إلى أن يشاء الله. يعني إرم ذات العماد اللي هي الأقصر، الأعمدة، إن هو يقولوا الكرنك مش الكرنك والكلام ده كله، دي كلها من فعل شداد بن عاد ده. وعمل الحاجات دي بالعلم، لأن قلنا ربنا بيقول في سورة الكهف إنما كان له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. آتيناه من كل شيء سببا أي آتيناه جميع العلوم وعلمناه جميع العلوم. وفي تفسير ابن كثير في تفسير سورة الفجر موجود ذكره شداد بن عاد، يقول أنا الذي أنشأت الأهرامات والبراني وأنا الذي أنشأت الهرمين وأودعتهما كنوز وذخائر. وسيدنا رسول الله بيوصف قوم عاد دول اللي هم كانوا موجودين في الوقت ده، فبيقول كان الرجل منهم يأتي على الصخرة فيحملها على الحي فيهلكه. شوفوا حجمه كان يبقى قد ايه وعظمة الحجم قد ايه بالنسبة له، ان هو يقدر يشيل صخرة يجي على حي ببعض يزقلها يهلك الحي كله. يبقى ده كان حجمه قد ايه ويقدر يشيل صخرة حجمها قد ايه. عشان خاطر كده لما جيت موضوع بناء الأهرامات والحجر المتر ونص في متر ونص والكلام ده، قلنا انه كان بيشيله عادي بإيده زي ما انت بتشيل بلوك عادي وبتبني عادي خالص. ما كانتش يعني حاجة فظيعة ازاي طلعوه ازاي وعاملين يطلعوا اختراعات وده صبوه لا ده عملوه لا ده عملوه طين وعملوه ولعوا فيه خرافات لا حصر لها، لأنهم مش متخيلين مين اللي بناه. هم مفكرين بنوه ناس بأحكامنا العادية اللي موجودة دي. لا، قلنا إن كان الناس دي أطوالها فظيعة. في بعض الأقوال يقال إن أطوالهم كان 60 متر وأقصارهم 30 متر. هنفترض إن هم ما كانوش بالأحجام دي، مع إن هم أكيد كانوا بالأحجام دي، وهجيب الأدلة من القرآن اللي هتثبت الكلام ده. إيه هي الأدلة من القرآن اللي هتثبت الكلام ده؟ عندنا حديث سيدنا رسول الله اللي قال فيه إن سيدنا آدم كان طوله 60 ذراع. 60 ذراع دي يعني فوق 30 متر. طيب عاد قوم عاد بينهم وبين موت آدم عليه السلام مفيش حوالي مثلا 700-800 سنة 1000 سنة بكتير، لأن خنوخ اللي هو جد نوح عليهم السلام عايش سيدنا آدم 308 سنة، يعني كان موجود اتولد وسيدنا آدم مات وهو عنده 308 سنة. يعني يمكن سيدنا نوح اتولد بعد ما سيدنا آدم مفيش، يعني يمكن في نفس الوقت اللي مات فيه سيدنا آدم اتولد سيدنا نوح، لأن في حديث الرسول بيقول إن بين آدم وبين نوح 10 قرون 10 مئات من السنين. طب آدم معروف إن هو عاش 1000 سنة، يبقى بالتالي
ال10 قرون اللي كانوا كلهم على الإيمان لحد قوم نوح دول، هم دول فترة آدم. لما آدم مات بدأت الدنيا إيه؟ تتلخبط، وفي ناس كتير أشركوا وبدأ الشرك ينتشر والكلام ده كله. سيدنا نوح بقى بدأ يدعي الناس للإيمان بالله والعودة إلى الله وترك عبادة الأصنام، لأنهم كانوا عاملين أصنام لناس كانوا ناس صالحين يعني في وقتهم موجودين، فكانوا عاملين لهم أصنام وبيتقربوا بها إلى الله، اللي هو الإشراك يعني. إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، زي دلوقتي عباد القبور، السيد البيضاء وإبراهيم الدسوقي، الجماعة دول كلهم هي نفس الفكرة. الفكرة هي ستايل واحد. فجيه سيدنا نوح قعد يدعيهم لحد ما جه الطوفان. لما جه الطوفان كان عند سيدنا نوح 950 سنة، يعني الطوفان جه عليهم وعند سيدنا نوح 950 سنة. قلنا المصريين دول إن هم شيء عظيم، يعني لو قلنا وصف المصريين هنقول قتلة الظلمة وهادم الأمم، وما أتى عليهم قادم بخير إلا التقموه كما تلتقم الأم رضيعها، يعني بحنان وبمحبة فظيعة. وما أتى عليهم قادم بشر إلا أكلوه كما تأكل النار أجف الحطب، وهم أهل قوة وصبر وجلد وحمل. لا يغرنك صبرهم ولا تستضعف قوتهم، فهم إن قاموا لنصرة رجل ما تركوه إلا واتاجوا على رأسه. وده اللي حصل مع السيسي كده، لما حبوا ينصروه وقفوا معاه ما سابوهوش إلا ما حطوا التاج على رأسه. وإن قاموا على رجل ما تركوه إلا وقطعوا رأسه. وده اللي هيحصل لمن الجايين، إنهم هيقطعوا رأسهم، مش هيسيبوه خلاص. ليه؟ لأن أهم صفاتهم هي اللي جاية دي، أهم صفة فيهم هي اللي جاية دي: فاتقي غضبتهم ولا تشعلوا نارا لا يطفئها إلا خالقهم، فانتصر بهم فهم خير أجناد الأرض، واتقي فيهم ثلاث. خلي بالك من الثلاثة دول: نساؤهم فلا تقربهم بسوء وإلا أكلوك كما تأكل الأسود فريستها، وأرضهم وإلا حاربتك صخورها وجبالها. مش الناس هي اللي هتحاربك، لا، ده الصخور والجبال هي اللي هتحاربك، لأنك حاولت أنك تنتزع جزء من أرضها. ودينها وإلا أحرقوا عليك دنياك، وما هم إلا صخرة في جبل كبرياء الله تتحطم عليها أحلام أعدائه، فاحذروا من غضبتهم. واليوم المصريون غاضبون لأن هذا الشيء الذي يجلس في سدة الحكم في مصر قد باع أرضهم. عمالين يضحكوا على الناس ويقولوا لهم عواد باع أرضه. هي كانت أرض أبوه، ده أرضنا. هو ما باعش أرضه، هو باع أرضنا احنا. ده باع أرضنا، يخبتنا كلنا. يوم 25 إبريل اللي جاي يوم عيد تحرير سيناء، إن شاء الله يكون تحرير لمصر من جديد. لما خرجنا على مرسي قبل كده خرجنا عليها علشان خاطر إشاعة طلعت إن هو بيفكروا إن هم
ممكن يدوا حلاوة وشلاتين للسودان. جهنم قامت عليه من أرض مصر، ما سابوهوش المصريين اللي منعوه، ومش هيسيبوا أي واحد يفكر إنه يفرط في ذرة رمل من أرض مصر إلا ما هينهوه، ومش هيسيبوا أي كلب أي مكان يقرب لذرة من أرض مصر ولا من تراب مصر، مهما كان هذا الشخص، مهما كان وأيا من كان، مستحيل المصريين يفرطوا فيه. أرض تيران وصنافير مصرية طبقا لمعاهدة كوتاهية، طبقا لمعاهدة لندن ومؤتمر لندن، طبقا لفرمان 41، أرض مصرية بلا شك، طبقا للواقع والجغرافيا اللي موجودة، اللي بتقول إن بين تيران وشواطئ مصرية اللي هي شواطئ شرم الشيخ 3 ميل بحري، بينها وبين راس حمد اللي هم بيتكلموا عليها بتاع السعودية 4.5 ميل بحري. يبقى ازاي تبقى تبع السعودية؟ لكن المسألة كلها بيع وشراء. طبعا تيران وصنافير لو موضوع الكوبري ده اتعمل خلاص أصبح قيمتهم المادية عالية جدا، ربما تفوق نص تريليون دولار، أكتر من 500 مليار دولار. ليه؟ لأن المنطقة دي جوها رهيب، ثم أن الجزر دي فيها أعظم شعب مرجانية في العالم وأجمل شعب مرجانية في العالم، يعني منطقة سياحية ستكون أضعاف قيمة شرم الشيخ. الجزر دي ساعة ما الكوبري يتعمل ويطلع من ويبقى فيه نزلات من الكوبري عليهم ويبقى فيه عليهم حياة. أما فايدتها العسكرية فهي اضمحلت زي ما قلنا قبل كده باتفاقية السلام، خلاص ما عادش ليها لازمة. الموارد اللي هي البترولية والكلام ده برضه ملهاش لازمة، كلام فارغ. هي أهم حاجة الأرض، هي أهم حاجة الأرض. فيجي حتى كمان يعني شوفوا الضآلة والقذارة واصلة لحد فين، إن يجي السيسي يقول هم ما طلبوهاش لكن أنا اللي اديتها لهم، بس أنا بتاعتهم، هي بتاعتهم فأنا اديتها لهم. هم قالت لي ما تاخدش حاجة من حد، وحياة أمك طيب ماشي، إن غدا لموعده قريب، لقد كتبت شهادة وفاتك ونهايتك من التاريخ المصري، أقذر نهاية ممكن إنها تتحط في التاريخ المصري كله. صدقني مفيش واحد حكم مصر وهيتلعن من المصريين قد ما انت هتلعن من المصريين، وخصوصا لما يبدأ النهاية بتاعتك وتفر زي ما الرسول قال لنا في حديث الأخنس، وده الحديث اللي كتير فسروه خطأ. هو تفسير الحديث عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون بمصر رجل من قريش أخنس. وده معروف إن هو مرسي رجل من قريش أخنس، محمد مرسي يليه سلطان، هيجي بعد منه سلطان مش رئيس. عشان كده أنا كتبت قبل كده وقلت لا ده ولا ده، أيام ما كان حمدين وهو مترشحين قلت لا ده ولا ده هيكون رئيس لمصر، لأن عارف إن اللي جاي هيكون مش رئيس، سلطان وليس رئيس. ليه سلطان؟ لسببين. السبب الأولاني أن تجتمع سلطات الدولة كلها من أجل تنصيبه، زي ما قلنا إن ده من صفات المصريين إن هم فما أن قاموا لنصرة رجل ما تركوه إلا واتجعوا على رأسه، وما قاموا على رجل ما إلا وما تركوه إلا وقد قطعوا رأسه. هم يا حلوين يا وحشين، يا مصريين ما عندهمش وسط،
يا أبيض يا أسود. أنت كنت بالنسبة لهم في الوقت ضابط، دلوقتي بقيت بلاك، أسود، طين، أطران. ف يوم 25 إبريل اللي جاي يوم مهم جدا، وأنا أقول لكم إيه اللي هيحصل. مش هيحصل إن هو هيتنازل عن الحكم أو هيمشي أو الكلام ده كله، لكن هيحصل تدخل من أحرار مصر المهيئون لحمل الأمانة، أحرار جيش مصر، هم اللي هيتدخلوا وهينهوا المسألة. لكنه هيفر وهيهرب زي ما الرسول قال لنا إنه هيهرب لبلاد الروم اللي هي بلاد الغرب، أوروبا وأمريكا، وهيجيب جيوش الغرب علشان يحارب بيها الجيش المصري عشان يرجع تاني للحكم، فيهلكهم الله بريح صرصر. هتقوم عليهم ريح فلا ينجو منهم إلا مخبر، هتقضي على الجيش بتاع الغرب ده نهائيا كله. وتلك أول الملاحم ليه؟ لأن اللي هيكون موجود في مصر في الوادي ده هو خير من وطأ الثرى، الإمام المهدي عجل الله فرجه بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.